طرد جاي من طوكيو وطرد تاني جاي من نيويورك ممكن يوصلوا لباب بيتك في نفس اللحظة بالضبط، عشان الاتنين وقفوا في أنكوريدج، مدينة أغلب الناس بيفتكروا إنها بعيدة ومتجمدة ومنعزلة عن كل حاجة. هي في الحقيقة موجودة في قلب كل ده. لما تبص من بعيد هتلاقي أنكوريدج موجودة بالضبط بين أكبر منطقتين اقتصاديتين على كوكب الأرض، وده مجرد البداية. المدينة دي بتأثر بشكل كبير وهادئ، وبتملك نفوذ مدن أكبر منها ب10 مرات ما تقدرش توصله. إزاي ما كان شكله منعزل كده يبقى قوي بالشكل ده؟ أول حاجة، أنكوريدج هي قلب ألاسكا. أكتر من 3 سكان الولاية عايشين هناك. التركيز ده بيديها سيطرة كبيرة على اقتصاد الولاية والسفر والبنية التحتية. تقريباً أي حد جاي ألاسكا عن طريق البر لازم يعدي على أنكوريدج. من أول نظرة أنكوريدج باين عليها معزولة عن المدن القريبة، ما فيش بدائل أو نظام احتياطي إقليمي. بس الحقيقة إن كل الأنظمة الحيوية، الرحلات، الشحن ووصلات النقل كلها بتتجمع في المركز ده. مطار تيد ستيفنز أنكوريدج الدولي بينقل ملايين الركاب وبيتعامل مع أكثر من 100,000 هبوط كل سنة، وده أكثر من 4 أضعاف حركة الركاب في فيربانكس اللي هو المركز الرئيسي الثاني الوحيد في الولاية. تتبع الشحنات في الوقت الحقيقي وتحسينها بيسمح للشحنات تتحرك بكفاءة حتى في ظروف الطقس القاسية في ألاسكا. تتبع الشحنات في الوقت الحقيقي وتحسينها بيسمح للشحنات تتحرك بكفاءة حتى في ظروف الطقس القاسية في ألاسكا، وده بيخليه حلقة مهمة جدا في سلاسل الإمداد العالمية. وهو ده اللي معظم الناس عمرهم ما بيفكروا فيه. لو المطار ده واقف عن العمل، سلاسل التبريد للأدوية هتنهار، وخطوط قطع غيار السيارات هتتوقف. في ديترويت والمأكولات البحرية الطازة عمرها ما هتوصل لنيويورك. مطار واحد، مدينة واحدة، والنتائج بتوصل لكل قارة فيها ناس. بس هنا الموضوع بيبقى شيق. هنا بتتقاطع خطوط الرحلات الطويلة، والبضائع بتتغير طريقها، والمسافرين بيعدوا من غير ما ياخدوا بالهم قد إيه المحطة دي مهمة. من أنكوريدج 90% من العالم المتقدم بيكون على بعد 9 ساعات ونص طيران، ودي حاجة ولا مطار كبير تاني في العالم يقدر يقولها. ده معناه إنه شركات الطيران اللي جاية من آسيا تقدر تشحن حمولة أكبر بوقود أقل، وتقف في أنكوريدج تتزود بالوقود وتكمل إلى أمريكا الشمالية بحمولات ما كانوش يقدروا ينقلوها من غير توقف. المطار بيجي في المركز الثاني كأكثر مطار شحن ازدحاما في أمريكا، والرابع على مستوى العالم. فيدكس ويوبياس وخدمة البريد الأمريكية عندهم مراكز رئيسية هنا. ألاسكا مهمة جدا لشبكة البريد والطرد في أمريكا، لدرجة إنه ليها استثناء اتحادي خاص بيسمح بنقل الشحنات بين طيارات مختلفة لنفس شركة الطيران الأجنبية من غير فحص إضافي. دي ميزة ولا مطار في الولايات الأمريكية 48 المتجاورة عنده زيها. ممكن تعتبرها توفير بسيط في الوقت، بس في الحقيقة هي بتوفر ساعات من جداول التسليم، وبتقلل التكاليف التشغيلية، وبتخلي أنكوريدج مركز جذب لوجستي عالمي. كل الولايات المتحدة وكندا موجودين على ناحية واحدة، وعلى الناحية الثانية من المحيط الهادئ في دول عملاقة زي اليابان والصين وكوريا الجنوبية. ومسارات الشحن من روسيا ممكن تعدي مباشرة عبر القطب الشمالي والمحيط الهادئ، وده بيخلي أنكوريدج نقطة عبور طبيعية للشحنات الضخمة اللي بتتنقل بين القارات. ودلوقتي شركات الطيران اللي بتنقل الركاب بدأت تاخد بالها، هم كمان بيطلبوا نفس نوع المرونة للركاب، وده ممكن يحول أنكوريدج من مركز شحن لمركز عبور عالمي متكامل. قوة أنكوريدج كمان بتمتد من السماء للبحر. ميناء ألاسكا بينقل 95% من البترول المكرر في الولاية، وقريب من 3/4 كل البضائع، وده بيربط الموارد الحيوية بالمطار وما بعده. كل شحنة بتعدي من هنا بتخلي المجتمعات شغالة، والشركات مفتوحة، والبنية التحتية متزودة بالوقود، وكمان الموضوع مربح. ميناء ألاسكا بيحقق دخلاً كفاية يمول توسعاته وتطويراته بنفسه، وكمان بيدفع رسوم للمدينة اللي بتساعد في تشغيل الحكومة المحلية. أهم مهمة له هي توصيل الوقود للقاعدة العسكرية الضخمة في المدينة ولمطارها الدولية، وده بيخلي العمليات ماشية مهما كان الفصل. حتى في الشتاء لما ذراع كنيك بيتجمد، الميناء بيستمر في العمل من غير توقف. في السنين الأخيرة
الميناء تعامل مع أكثر من 5 مليون طن من الوقود والبضائع. ومع زيادة عدد سكان ألاسكا وتوسع الصناعة هناك، الأرقام دي هتزيد أكثر وأكثر. توفير الأكل والوقود لألاسكا شيء مهم جداً، لأنها بتنتج أكثر بكتير من اللي بتستهلكه. في سنة 2024 الناتج المحلي الإجمالي لألاسكا كان أقل شوية من 70 مليار دولار، والنفط والغاز هما الجزء الأكبر منه. النفط اللي جاي من خليج برودو بيتنقل عن طريق أنكوراج، والتدفق ده مش محلي بس، ده كمان استراتيجي، لأنه كل برميل بيتحرك لجنوب بيعزز استقلالية الطاقة في أمريكا، وبيقلل الاعتماد على النفط الأجنبي، وبيدي البلد سيطرة أكبر على إمداداتها. النفط اللي رايح للأسواق الدولية عادة بيروح لسفن الشحن المتجهة للمحيط الهادئ، والبضائع الصغيرة اللي قيمتها عالية بتسافر جوا عن طريق مطار تيد ستيفنز. مع بعض ألاسكا بتصدر حوالي 7.2 مليار دولار في السنة من البضائع، وده بيشمل منتجات زي المأكولات البحرية والنفط الخام، مع إنه في سفن أصغر ورحلات جوية بتطلع من مطارات ومواني تانية. أنكوراج هي المكان المركزي الوحيد اللي يقدر يتعامل مع عمليات الشحن الضخمة اللي بتحتاجها تجارة التصدير المزدهرة في ألاسكا. ده غالباً حيزود سرعة تدفق الناس اللي جايين للمدينة يدوروا على شغل شاق ومتعب بس مضمون في أكبر صناعات الولاية. معظم ألاسكا بتقف في الشتاء، أنكوراج لا، مع درجات حرارة فوق الصفر لمدة 7 أو 8 شهور في السنة. الميناء بيشتغل باستمرار، القاعدة بتفضل شغالة، وحركة الطيران في المطار بتفضل شغالة. وكل ما الفترة دي بتطول، ميزة أنكوراج على باقي مدن الولاية بتزيد. وكل ما ظروف الجو حوالين المية بتبقى أقل حدة، الرحلات اللي داخلة وخارجة من المطارات بتبقى أسهل. بس أنكوراج عندها كمان ورقة رابحة تانية في جعبتها، وكل ما المناطق التانية بتعاني ممكن أنكوراج تفضل تستفيد. القطب الشمالي بقى مفتوح، درجات الحرارة بتزيد أسرع من المتوسط العالمي، الأنهار الجليدية بتدوب، وممرات الشحن بدأت تظهر. المناطق اللي كانت زمان مغطاة بالتربة الصقيعية بقت دلوقتي مفتوحة أكتر للنشاط الموسمي، والسبب في ده واضح لأي حد. ألاسكا بتسخن بمعدل أسرع من المتوسط العالمي ب2 ل3 مرات، وده ممكن يغير شكل ألاسكا لأجيال جاية. من سنة 1971 درجات الحرارة حوالين أنكوراج زادت 2 فهرنهايت، في حين إن المنحدر الشمالي زاد 6 درجات فهرنهايت. لما طريق البحر الشمالي يفتح بالكامل، السفينة اللي ماشية من روتردام ليوكوهاما هتقلل رحلتها من 11,200 ميل بحري لحوالي 7,000 ميل بحري، وده حيوفر حوالي أسبوعين ومئات الآلاف من الدولارات في كل رحلة. ومع زيادة طرق الشحن المختصرة في القطب الشمالي، كل سفينة بين أوروبا وآسيا لازم تعدي ضمن نطاق مراقبة أنكوراج. المدينة بتتحول لنقطة اختناق بحرية، بتنافس حتى مضيق هرمز. ذوبان التربة الصقيعية وطول المواسم وفتح ممرات الشحن بيخلق تحديات وفرص استراتيجية في نفس الوقت، وده بيخلي أنكوراج في موقع أكثر أهمية للطاقة والتجارة. بس ده مش من غير عواقب. النفط والغاز الطبيعي من أكبر المساهمين في تغير المناخ، وحجم الاستخراج هنا ممكن يكون سبب في إن المنطقة دي بتسخن أسرع من أي مكان تاني تقريباً على الأرض. بس اللي العالم شايفه أزمة طويلة المدى ممكن على المدى القصير يخلق فرصاً جديدة للناس المحليين. مع ذوبان الجليد وتغير الظروف، الموارد ومسارات التجارة اللي كانت صعب الوصول لها قبل كده بدأت تفتح، وده بيخلي أنكوراج في موقع استراتيجي أكتر من قبل كده. بس ده ممكن يعمل أكتر من مجرد توفير فرص، ممكن يغير شكل الولاية نفسها. دلوقتي الزراعة في ألاسكا محدودة جدا، موسم الزراعة قصير والشتاء طويل، وما فيش غير المحاصيل اللي بتتحمل الظروف الصعبة هي اللي بتقدر تعيش. ده معناه إن معظم الفواكه والخضار الطازة لازم تتشحن من الولايات الأمريكية المتجاورة 48، وغالباً بتكون بتكلفة عالية، وأوقات بتوصل بعد وقت طويل في النقل، وده بيأثر على الجودة. السقف ده ابتدى يتكسر مع ارتفاع درجات الحرارة. فترة الزراعة ابتدت تطول، اللي كان مستحيل قبل كده بقى دلوقتي ممكن يحصل تدريجياً. مواسم زراعة أطول وإنتاجية أعلى وتنوع أكثر. إنتاج الفاكهة في ألاسكا اللي كان شبه مش موجود قبل كده ممكن يبتدي يتوسع لو الاتجاه ده استمر.
الولاية ممكن في يوم من الأيام تبطل تعتمد على الاستيراد وتنتج كفاية علشان تبعت بعض محاصيلها للجنوب، وده يحول نقطة ضعف قديمة لميزة اقتصادية جديدة. ومع كل النشاط الاقتصادي والاستراتيجي ده اللي بيتركز هنا، الأمان ما بقاش اختيار، بقى ضروري جدا. أنكوراج كانت أولوية عسكرية من قبل ما ألاسكا تبقى ولاية، والسبب لسه زي ما هو. علشان كده مش غريب إني ما تبخلش بأي تكلفة في الدفاع عنها. في سنة 1935 الجنرال بيلي ميتشل مؤسس القوات الجوية الأمريكية قال للكونغرس: أنا مؤمن إنه في المستقبل اللي هيمتلك ألاسكا هيمتلك العالم. وأنكوراج هي حصن اقتصاد ألاسكا وسكانها. علشان توصل لها من المحيط، السفن لازم تعدي من خليج كوك وبعدين تتعرج في ذراع نيك الضيق أكثر، وهناك تقع المدينة. وجنبها على طول قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة. بعيدة؟ أكيد، لكنها كمان واحدة من أقوى القواعد العسكرية في الولايات المتحدة. هنا المكان اللي فيه خط الدفاع الأول للولايات المتحدة بيواجه التهديدات من المحيط الهادئ والقطب الشمالي. قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة اللي بيسكن فيها أكثر من 40,000 شخص موجودة في طرف المدينة، وبتراقب التهديدات المحتملة اللي جاية من المحيط الهادئ والقطب الشمالي. وفي نفس الوقت بيتم فيها أبحاث مهمة عن الجليد ومسارات الشحن وموارد الطاقة. أي صاروخ يجي من روسيا أو الصين متجه للقارة حيتم اكتشافه هنا أولاً. تقريباً كل العمليات الكبيرة في ألاسكا من قيادة ألاسكا لحد قوات نوراد الإقليمية كلها مركزة حوالين أنكوراج، وده بيخلي الدفاعات الحيوية متجمعة في نقطة استراتيجية واحدة. بس ده مش كل حاجة. تحت الدائرة القطبية الشمالية فيه تقريباً 13% من احتياطي النفط اللي لسه ما اكتشفناهوش في العالم، و30% من الغاز الطبيعي. وواحد من أهم الممرات الحيوية ليها بيعدي من أنكوراج. اللي يسيطر على المدينة دي يسيطر على الممر الأكثر تنافساً للموارد في القرن الجاي. على عكس معظم القواعد العسكرية اللي بتكون في أطراف المدن، قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة موجودة شمال أحياء أنكوراج على طول. وجودها مش بعيد، المواطن العادي بيحس بتأثيرها كل يوم. دي أكبر جهة توظيف في المدينة، والاستثمار الفيدرالي في المنطقة غالباً حيزيد أكتر، والتهديدات المستقبلية بتخلي الموضوع ده أهم بكتير. مع أن روسيا مش مصدر قلق كبير دلوقتي، صعود الصين بيخلي المحيط الهادئ ممكن يبقى نقطة اشتعال. أنكوراج هي نقطة التوازن لأمريكا، نقطة هجوم تانية وحصن للاستجابة وإسقاط القوة في حالة صراع مع الصين باستخدام أسلحة تقليدية. المحيط الهادئ حيكون أول ساحة معركة. هاواي حتكون الهدف الأول الواضح، وده بيفكر بالهجوم المباغت في الحرب العالمية الثانية. بس في الوقت اللي هاواي بتتحمل الموجة الأولى، أمريكا ممكن تحشد رداً من قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة. أنكوراج كمان فيها برامج أبحاث علمية وطاقة مهمة في القطب الشمالي، وده بيدي المخططين العسكريين والشركات بيانات عن حالة الجليد ومسارات الشحن وتوفر الموارد. دي قدرة قليل من المدن في العالم تقدر تنافسها. القطاعات العسكرية والاقتصادية في ألاسكا بيشتغلوا مع بعض. قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة مش بس بتردع التهديدات المحتملة، دي كمان بتدعم مدينة مينائها وصادرتها. بيحافظوا على حركة التجارة العالمية، وده بيعزز مكانة أنكوراج كمركز تأثير. بس كل ده ليه عيوب حقيقية جداً. مياه البحار اللي بتسخن بالفعل بتهدد مواطن السلمون، وده بيعرض واحدة من أهم الصناعات في ألاسكا للخطر. لكن في نفس الوقت الفايدة كبيرة جداً. الوصول الأسهل للنفط والغاز الطبيعي، ومواسم تشغيل أطول، ومناطق جديدة بتتفتح للاستكشاف ممكن يحققوا دخل أكبر بكتير من اللي بيضيع، على الأقل على المدى القصير. وكل الأنشطة دي، الطاقة والشحن واللوجستيات، لازم تعدي من مكان واحد. ما حدش يعرف بالضبط ازاي ده هيحصل، بس أنكوراج بالفعل في وضع يسمح لها تسيطر. الدفاع والتجارة العالمية والوصول للقطب الشمالي والطاقة، كل ده بيتجمع هنا. المدينة اللي كانت باينة كأنها على طرف العالم طلعت هي مركز الجاذبية بتاعه. أنكوراج مش بس موجودة على الخريطة، دي كمان بدأت تسيطر عليها. شكراً إنكم كنتوا معايا النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو.
ولو حابين تشوفوا فيديوهات زي دي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الإشعارات، فعلاً بيفرق كتير. شكراً تاني، وأشوفكم المرة الجاية على ماب باك.